هلا فيما يتعلق بالنسبة لقضية الصحراء المغربية والمقاربة أو المحاولة بالموضوع أو بالقضية الفلسطينية، أنا بحب أتطرق إلى المسائل القانونية فيما يتعلق بالنسبة للوضع الفلسطيني. الفلسطينيين اللي هجروا من عام 1948 وعام 1967 ولا زال عملية التهجير متواصلة والحصار على شعبنا الفلسطيني. لا يمكن تشبيه هذا الموضوع من ناحية القانون الدولي كلاجئ فلسطيني مقابل محتجز في داخل بعض المخيمات في المناطق الجنوبية. إضافة إلى ذلك هناك موقف وطني موحد فيما يتعلق بالنسبة لموضوع التجزئة. نحن دعاة وحدة ولسنا دعاة تجزئة. إضافة إلى ذلك فلا يوجد في المنطقة الجنوبية وبالتحديد في هذه المنطقة واللي هي الصحراء المغربية مقومات من ناحية دولية ومن ناحية قانون دولي لإقامة دولة. فلذلك هذا الموضوع يكون يناقض ولا يناقض الحقيقة. إضافة إلى ذلك احنا نأسف أنه يتم استغلال بعض المواقف من قبل إخواننا في داخل الحدود وتشبيهها بالموضوع الفلسطيني، وبالتحديد فيما يتعلق بالنسبة للعلم الفلسطيني تم سرقته واستخدامه في المناطق الجنوبية. شكرا.